هيحصل في يوتيوب 15 اكتوبر 2024. لازم تكمل معايا الفيديو ده عشان تعرف التحديث الجديد اللي انا بعتبره من اضخم تحديثات اليوتيوب الفتره اللي جايه. يوتيوب قرر ان هو ابتداء من يوم 15 اكتوبر ان هو يرفع الديوريشن او الوقت او المده الزمنيه بتاعه اليوتيوب شورت، الفيديو القصير، ل3 دقائق بدلا من دقيقه واحده. زمان كنا بنعاني كلنا ان الشورت مدته دقيقه ولازم ترفع 59 ثانيه عشان يبدا ان هو يسمع فيه السكشن بتاع الشورتس في القناه بتاعتك. دلوقتي خلاص يوتيوب قال لك ان الديوريشن هتبقى 3 دقائق شورت ديوريشن، تقدر ان انت تعمل فيها ستوري تيلينج وتحكي فيها كل حاجه عايز تقولها في الفيديو بتاعك في ال3 دقائق دول. والله انا مش عارف اذا كان الموضوع ده شايفينه ناس شايفاه ان هو كويس ليهم ولا مش كويس ليهم. في بعض الناس بتقول ان من الفوائد بتاعته ان هم خلاص دلوقتي هيعملوا الفيديو 3 دقائق وهينزلوه بقى على كله، على تيك توك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام ريلز وعلى فيسبوك ريلز وعلى كل البلاتفورمز. في ناس تانية بتقول لك لا، الشورتس ما بتجيبليش اصلا فلوس، وهم عندهم حق في ده لان السي بي ام بتاع الشورتس للاسف ضعيف جدا مقارنه بالفيديوهات الطويله. سريعا ايه الشروط اللي لازم اخلي بالي منها وانا برفع شورت مدته 3 دقائق؟ ان الفيديو يبقى بالطول، يبقى فيرتيكال متصور كده، يعني يبقى فيرتيكال علشان يبدا يوتيوب يصنفه ان هو يوتيوب شورت فيديو ويحطه في السكشن بتاع الشورتس. طيب الفيديوهات اللي قبل 15 اكتوبر هتفضل زي ما هي عادي جدا في الشورتس اللي هي الاقل من دقيقه، ولكن من بعد 15 اكتوبر اي فيديو متصور بالطول الديوريشن بتاعته 3 دقائق اوتوماتيكلي هيخش في السكشن بتاع الشورتس. قولوا لي في الكومنتات لو انتوا شايفين ان التحديث الجديد ده اليوتيوب كويس ولا وحش ولا لا. وعايز اقول حاجه تانية، ان كمان ده هيخش في ساعات التحقيق المشاهده بتاعه الانضمام الى برنامج الشركاء، بس هتبقى في 10 مليون مشاهده. انتوا عارفين الشروط هي 1000 مشترك و4000 ساعه للفيديوهات الطويله و10 مليون مشاهده للشورتس، فبالتالي الموضوع ده هيخش في 10 مليون مشاهده لتحقيق الربح. فطبعا الواتش تايم بتاعي هيبقى اعلى شويه ان هو 3 دقائق، فبالتالي هيساعدك اكتر انك تحقق شروط المونيتايزيشن، ودي من الميزات بتاعه التحديث ده. حاجه تانية عايز اقول لك عليها، خلي بالك من حقوق الملكيه الفكريه، لان انت الفيديو 3 دقائق هيقع تحت اي مطالبات تجي لك من مالك المحتوى سواء كان موسيقى او فيديو. فده تاكيدا من يوتيوب بيقول لك ان الفيديوهات ال3 دقائق دي يجي لها حقوق طبع ونشر، فعشان كده يوتيوب بيقول لك استخدم اليوتيوب لايبرري، الاوديو لايبرري بتاعت يوتيوب والموسيقى الفري رياليتي اللي موجوده على مواقع كتير تقدر تشتريها عشان ما تقعش في مشكله حقوق الطبع والنشر ويجي لك بلوك او جلوبال بلوكينج على الفيديوهات بتاعتك. يا ريت اكون في الفيديو الصغير ده في التوكو وقلت لكم اللي هيحصل قدام في يوتيوب ايه. كملوا صناعه محتوى، كملوا تنزيل فيديوهات. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.